بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وأهل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد. ازيكم يا اخواتي في الله، عاملين ايه؟ النهارده قلت اعمل معاكم فيديو تخليل الزيتون. ما تنسوش تشتركوا في القناة فضلا وليس امرا، تحطوا اللايك وتدوسوا على الكل عشان يوصلكم كل جديد من قناة مطبخ الطيبين. واتمنى الفيديو يعجبكم وينور رضاكم ان شاء الله، وتدوسوا على الكل عشان يوصلكم كل جديد. تشتركوا في القناة فضلا وليس امرا عشان القناة تكبر بكم ومعاكم يا اخواتي في الله. النهاردة قلنا نخلل مع بعض الزيتون، والطريقة دي مش بتاعتي يعني، دي بتاعت امي وبتاعت ست الله يرحمها، ويا رب يخلي لامي ويعفى عنها ويديها صحتي. لان الطريقة دي على طول كنت اشوفها تخللها بيها امي، لانها كانت تخلل بالجرجر الجرجر الكبير والجرجريان. بصراحة كان يقعد معانا فترة طويلة هو الزيتون في تخليله. فقلت لها ما اخلي الزيتون، قالت لي خليلي نقعيه الاول 3 ايام في المية، وبعد كده شرحيه وحطي له كيس ملح، كيس الا ربع ملح، واسبيه بيتي ليلة كاملة عشان ايه يخرج المرار كله اللي فيه. فعملت بيه وخللته زي كده بالظبط. جبنا مع بعض يعني 3 كيلو زيتون، مش عارفة والله 3 كيلو ولا 4 كيلو، بس جبناهم يعني الكيلو ب40 جنيه. والحمد لله زيتون تفاحي. اديني طلعتهم من الشنطة وهوريهولكم. شايفين ما شاء الله هنا، تبقى اوريكم انه بسم الله ما شاء الله الواحدة بوحدتها. شايفين غلطة ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. حلو وجميل ما شاء الله. وفي زيتون تاني بس مش عارفة فاكرة اسمه ما يعيش للسنة للسنة. والزيتون ده برضه ما يعيش معاكي فترة طويلة، بس اهم حاجة تحيجيه. هنا هنغسلهم مع بعض غسلة زاني عشان ننقعوها. هننقعوهم مدة 3 ايام يا جماعة. وانت تنقعي فيه كل ما تخش المطبخ تغير ميته. وهنا تلقينا فيه بميتية عشناهم، ولازم الزيتون تغسليه كويس كده عشان تنقعيه كويس. كل ما تخش المطبخ روح تنشل المية بتاعته، يعني كل ما تخش المية تكب المية اللي تحته اللي هي فيه، وتحط له مية جديدة من الحنفية لمدة 3 ايام. بعد كده تشرحيهم بالسكين، تضغطيهم بيد هو بيدك. لو كانت يعني تقدر تعملي بيدك اعمليه. فانا همشي معاكم خطوه بخطوه وهوريهولكم، وكل حاجه هتبقى قدام عينكم يعني. يا رب اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض يوم العرض عليك يا الله. هنتي انا بغسله كويس عشان ايه يبقى معانا حلو كده ومية نضيفة. ونقعوه 3 ايام في المية، وكل يوم تنشيلي مرتين 3 على حسب ما انت تاخدي بالك منيهم. اهم حاجه تنشيلي في اليوم مرتين 3، مش على المية دول. شايفين من هنا بقول لكم الزيتونة بسم الله ما شاء الله غليظة ازاي، بألف هنا وشفا اللهم بارك. شايفين بسم الله ما شاء الله الواحدة ما شاء الله بألف هنا وشفا. وهنجيبوا لهم برضك عاوزة تحط لهم 2 كيلو ليمون حطي، عاوزة تحطي لهم كيلو ونص حطي. احصري النص واعملي الكيلو فيهم، او احصري الكيلو واعملي نص فيهم عشان هو الليمون الزيتون ما يحب عصير الليمون. وبألف هنا وشفا يا رب علينا وعليكم. يا رب الفيديو يعجبكم ويرضاكم. هنا هحطهم، عاوزة تغطيهم غطيهم، مش عاوزة تغطيهم ما تغطيهمش. انا غطيتهم عشان عيالي. وهنا بعد ما خليناهم 3 ايام في المية ننقع فيهم وننشلوا فيهم. هنا بوريكم بعد ال3 ايام دي هنشرحهم بالسكينة وهنشوفوهم مع بعض. الشرح ده يا جماعة لو عاوزة تشرحي بالسكينة شرحيه، بس أنا أفضل شرحة السكينة. لو عاوزة تنغصيه بالخلة 4 نغصات ولا 3 نغصات نغصيه، الخلة اللي هي تحت الأسنان ده. ولو عاوزة تضغطي بيد الهون تضغطي، يعني تحفظي بيد الهون كده تدوسي عليه دوسة جامدة بيد الهون بحيث إن الواحدة تتفشخ. وهنفشخهم كلهم بالسكينة زي كده وهوريهم لكم. وبعد ما نفشخهم إن شاء الله هنشوفهم مع بعض، وإن شاء الله نخللوه بالصحة والعافية وناكله بهدوان السر يا رب، وأكل الهاني كده المبارك. اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وأهل سيدنا محمد. صلوات النبي ده يا جماعة حلوة قوي. الواحد لما يكون نفسه مكتوم كده لا قدر الله يقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. والصلوات المحمدية برضو حلوة وجميلة.
والصلوات الإبراهيمية برضك حلوة ما شاء الله عليه، يعني ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الصلوات على سيدنا النبي حلوة. واكثروا من الصلاة في يوم الجمعة، يعني سيدنا النبي قال اكثروا عليهم الصلاة، يعني كتروا، قالت اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد يوم الجمعة. والواحد يعني كده كل ما يكون متضايق لا قدر الله يقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وأهل سيدنا محمد. تتفك بها الكروب، والله العظيم أنا مجرباها كذا مرة الحمد لله. وربنا إن شاء الله يوسع أرزاقنا ويكرمني. وما تنسوش تشتركوا في القناة فضلا ولا يسامر، وتحطوا اللايك عشان القناة تكبر بكم ومعكم يا اخواتي في الله، وتدوسوا على الكل عشان يوصلكم كل جديد. ويا رب الفيديو يعجبكم من رضاكم. هناتي بوريكم اني بشرح بالسكينة كده واحدة واحدة معاكم، ادينا اهو ما قفلتش الفيديو ولا حاجة لحد ما تشوفوني انا بعمل ازاي، وبعد كده ايه هقفل الفيديو اكمله وارجع لكم تاني، وهوريكم برضه انا مضغط بيد الهون. شايفين انا عملت كمية معاكم عشان تشوفوني واحدة بواحدة. هو كل اللي عليك هتنقعيه 3 ايام في المية، وكل يوم تنشلي فيه، وفي اليوم التالت تروحي تشرحيه زي ما انا شرحته كده. وبعد ما تشرحيهم وتخلصيهم خالص هقولك نعمل ايه. يا رب. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. معلش يا جماعة أنا بسجل لكم الفيديو وأنا لسه صاحية من النوم، عشان زي ما أنتوا عارفين عيالي ما بطلوش دوش. شايفين هنا جبت لكم يد الهون والبلنشي وبضغط به، شايفين الضغطة اللي ضغطتها بيد الهون خليتها تفشخ الزعل بحيث إن هي تتفتح يعني كده، عشان شايفين فتحت ازاي ما شاء الله. لازم واعيين، لازم تتفتح أصل الزيتون عشان تطلع اللي فيه، لأن احنا خسارة كمان. أعذرة يا جماعة إن احنا حنبيتهم في الملح عشان يطلع كل المرار اللي فيهم ويبقى زيتون مخلل أصلي. وبسم الله ما شاء الله. والطريقة دي أنا محتمداها من زمان من زمان من زمان، لأن أمي ربنا يحفظها وادها صحتها كانت تعملها زي كدي، وستي برضه كانت تعملها زي كدي. هنا تكس ملح مش هخلي منه غير الهبة صغيرة، عاوزة تحطيه كله حطيه، عاوزة تخلي منه خليه. فلازم الزيتون ياخد كله من الملح ويشرب كده ونقلبهم عشان ايه اللي فوق يلحق واللي تحت يلحق من الزيتون. يا رب. هنا انا رشيت لكم 100 ملح، يعني ما خليتش غير الكيس اللي النبو مش عارفة 2 جنيه و3 جنيه، ما خليتش منه غير هبابة صغيرة، هبابة صغيرة يعني لا تذكر. شنيتي بعد ما بيت في الملح شايفين ما شاء الله. هتقولي لي ليه سود؟ مش هيعمل حاجة، هيخش البرطمان وهيرجع لونه زي العسل. زود عشان ان الفتحة دي يعني زي ما انتوا عارفين الزيتون هتشوفوا المية اللي هيدليه من بعد ما نقعناه يوم كامل 24 ساعة. يعني انا عملته مع العشية، جيت تاني يوم مع العشية اشتغلت فيه وعبيتهم في البرطمانات. هنا هوريهولكم برضو. شايفين دي يا جماعة هي الطريقة الأصلية دي، وهي الطريقة دي اللي المعتمدين عليها على طول. شايفين اللون بتاع المية، ولسه هيبان لكم اللون بتاعها أول ما أطلع الزيتونات من المية، وهتشوفوها عشان المية ده طلع فيها المرار كله. معذرة يا جماعة. بقول لكم المية دي اللي هي اللي نطلع منه ده منقع من ملح يوم كامل، يعني من عشية لحد العشية التاني. شايفين المية تحت الزيتون من بعد ما نقعناها ليلة كاملة في المية في الملح بالزيتون بس. هذا اللي طلع من الزيتون من بعد ما هنا دي كله ايه عبارة عن مرار من الزيتون. شايفين ما شاء الله، وما تغيرش وما عملش ولا حاجة من الفتحة، الفتحة زي العسلة. شايفين اللون بتاع المية يا جماعة؟ دول جبت ب10 جنيه فلفل حامي وعشان هحطهم فيهم.
الزيتون يا جماعة لازم يتحط له فلفل عشان يبقى طعمه ونكهته جميلة كده. وبألف هنا وشفي. وجبت ليمون برضه هنحصره بديتي، والليمون ديتي ما كانش فيه مية بصراحة قوي. وكان اخويا مديني كيس كده بصل على النبي ميته كتيري، والليمونة معبية مية، فهنشرح كده شوية ليمون عليهم عشان يبقوا مخللين معاهم. هنشرحهم زي ما انتوا شايفين. الليمونة هنقسمها على 4 طرق، وهنعملوها بحيث الواحد لما يطلع تطلع معاه. شايفين ما شاء الله. اعملي، عاوزة تعملي كم، عاوزة تحطي فيهم كيلو حطي، عاوزة تحطي 2 كيلو مشرح حطي براحتك على حسب انت. انا بصراحة ما بقيتش الليمون اقدر اكله جوه في المخللات، مش عارفة يعني، مع اني يعني الحمد لله الحمد لله. وادعوا لي ان ربنا يشفيني، لان انا عندي انزيمات الكبد عالي، بس هقول الحمد لله يا رب. ده يا جماعة مش الليمونات الصفر بس اللي انا مشرحاهم، في ليمون اخضر برضه انتوا مش هتوعوا له من الزيتون. في ليمون اخضر حطها. وجبت هناك جزر نص كيلو، على حسب مذاقك انت يعني. عاوزة تحط نص كيلو حطي، عاوزة تحط ربع كيلو حطي، عاوزة تحط كيلو حطي انت وانت حسب براحتك انت. وحطيت الملح. الملح المفروض يا جماعة عشان ما تغلطوش غلطتك تذوبوه في الاخر في مية. فانا بصراحة بعد ما حطيت والله العظيم نسيت خالص وحطيته زي كده. لا انتوا دوبوه في مية. وانا حطيت تاني برضه في مية قدامكم، بعدين هتشوفوا لما اجي اعبيهم في البرطمانات، لان حسيتهم قليلين. وافتكرتش غير اللي انا ومصب الملح على الزيتون، رحت افتكرت واتضم عليهش ورحت اياه. قلت بكمل ما يدقه. والزيتون اهم حاجة يكون متحيك كويس عشان ما يبوظش معاكي، ولا معلش في الكلمة، ولا ما يعفنش، ولا ما يضراش. الزيتون ما يحب الملح وما يحب الليمون يا جماعة. وهنيتي انا عبيت البرطمان ديتي، بس انا نسيت كنت عامله هرس الشطه عندي. حطوله هرس الشطه، وحطوله جزر مبشور، وحطوله فصين توم يا جماعه او 3 فصوص توم. عشان انا ما اقول لكم، عشان ما تقعوش في نفس الغلطه اللي انا وقعت فيه. انا بصراحه كتر خير عشان عيالي والله العظيم زيني الحمضة. والحمد لله ربنا يهديهم علينا ان شاء الله. انتوا تحطيه، تحطوا جزر مبشور، وتحطوا هرس الشطة، وتحطوا فصين توم او 3 او 4 على حسب. عاوزة تقطعيهم قطعيهم، عاوزة تصحنيهم في الوان اصحنيهم. وتدوبوا لهم المية في الملح. لازم تدوبوا الملح بالمية يا جماعة من فوق. وبعد كده شايفين بعد ما عبيت البرطمان دكاية جبت هرس الشطة. وبعدين اني بعد ما اخلص من دولي راح افضي البرطمان الاول واحط له تاني هرس الشطة. فانت عشان انا مخي والله العظيم كتر خير برضك على عيالي، ربنا يخليهم لي ويبارك لي فيهم. مع انهم يعني على راس بعض كده شغالين في بعض كاتل، الحمد لله. ربنا يهديهم علي ان شاء الله ويربيهم معايا ربنا ان شاء الله. وتحملهم كويس كده يا جماعة، وتخلوا حياجه مظبوط. اهم حاجة الزيتون يبقى حياجه مظبوط. ودينا بنعبهم مع بعض في البرطمان، وهم عبوا لي 3 برطمانات الحمد لله. بألف هنا وشفا علينا وعليكم يا رب. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض يوم العرض. يا الله معذورون يا جماعة. يا رب يا رب يا رب تكرمنا وتكرم كل محتاج إن شاء الله يا رب. هنا يا جماعة التوب دي المفروض تحطوه بين بعد مع الجزر. يعني تحطي الزيتون، بعد كده الفلفل، بعد كده الجزر، بعد كده الهريسي، بعد كده التوم، تقلبهم كلهم في بعض. هعمل لكم انا ان شاء الله فيديو تاني على الزيتون باذن الله. باذن الله لو في نصيب هعمل واحد تاني على القناة التاني، على قناة مطبخ الطيبين التاني، هتشوفوا انتوا يا رب. وهنيتي بعد ما خلصناهم تعبية دول عبوا 3 برطمانات، ناقص البرطمان التاني، ناقص طبق صغير. شايفين انتوا ما شاء الله معايا اهو. يعني طبق صغير من اللي هو طبق السلطة ويبقى مطنفح.
والليمون لازم الزيتون يا جماعة وشه من فوق يبقى مغطاي بالليمون. الزيتون ما يبلوش أثر خالص، لأن الزيتون ما يحبش يبقى قاعد كده على الوش، لا الزيتون لازم يبقى مغطاي بالليمون. ما ينفعش الزيتون من غير ما يتغطى بالليمون، لازم تغطيه بالليمون كده. لازم انك تغطيه بقشر الليمون اللي انت عصرتيه. الليمون اللي هتعصريه ما ترموش، عشان هتحطيه على وش البرطمان من فوق. يا رب. يا رب يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا الله، شايفين انا يا جماعة غطيت وش البرطمان ازاي بالليمون؟ لازم تغطيه بقشر الليمون زي كده، لازم. وهنا عصير الليمون هنحطه من فوق. لو عايزة تحطي له خل حطيله. انا والله العظيم جبت غززت الخل جبتها معاه، بس نسيت ما احط. زي ما انتوا عارفين وقلت لكم، انا مش عاوزة افضحكم ان عيالي زيني. الحمد لله ربنا يهديهم. وبعدين اهو بعد ما حطيت الملح اللي شفتوه قدامكم حطيت تاني ملح، لان انا افتكرت انا محط الملح يعني مش هينفع بعد كده احش الملح إلا لما حطيته عليهم، فقلت بعدين هبدوب قدامكم. خلوا المية حايقة بتاعته. خلوا المية حايقة، لازم المية بتاعته تبقى حايقة عشان ما يبوظ منكم، عشان الزيتون ما يحب الملح يعني. عشان ما يبوظش. وما تنسوش يا رب كده الفيديو يعجبكم من رضاكم، وما تنسوش تشتركوا في القناة فضلا ولا أمرا، وتحطوا اللايك وتدوسوا على الكل عشان يوصلكم كل جديد من قناة مطبخ الطيبين. وأتمنى أن قناتي تكبر بكم ومعاكم وفيديوهاتي ترفع بيكم. والزيت اللي من فوق دي لازم تحط الزيت من فوق، لازم وضروري تحط الزيت من فوق يا جماعة. اللهم لك الحمد ولك الشكر يا أرحم الراحمين. وأنا قلت لكم الزيتون لازم يبقى مغطى بالليمون عشان ما يبوظش منكم يا جماعة. وهنيتي بعد ما حطينا كويس هنقفله قفلة زينة كده وقدامكم اديني. والحمد لله. بس أهم حاجة لازم تخلي حياجه مظبوط، لأن الزيتون ما يحب يبقى حايق. لازم تقلبي القليبة دي عشان كله ياخد يدي مع بعض. لو في ملح ولا حاجة كله يحيق يا جماعة. يا رب. وما تنسوش تشتركوا في القناة فضلا ولا سامرا، وتحطوا اللايك وتدوسوا على الكل عشان يوصلكم كل جديد. ولو وصلتوا معي لحد هنا أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.